والحمد لله احنا خرجنا بنتيجة طيبة وتنحى مبارك وبدأنا معترك الحياة الآن. طيب متى وإن كان أنا يعني رأيي القانوني طبعا إنه نعم، رأيي إنه مش مبارك تنحى، لأنه دي كلمة شوية هي بتجري على ألسنتنا كلنا طبيعي، إنما هو في الحقيقة خلع، لأنه هو مش بمزاجه. فلازم نعرف للناس قدرها أن الأمر جاء قسرا وخلعا، وإنه يستخدم التعبير اللي هو عايزه. فمثلا ثورة 52 خلت فاروق يكتب أنه بيتنازل عن العرش، وهو إكراها وقسرا. فكون أن العبارة شيء وحقيقة الأمر شيء لازم نعرف. ولذلك اللي قال أن الوضع القانوني مش منطبق وخايفين حسني مبارك يرجع، قلت له يرجع إيه؟ هو مشي بالقانون أنه قرر هو يتنازل وبيسحب استقالته. هناك شعب عمل وخلع، ولا بد أن ندرك أن هذا الكلام يعني لازم نشعر الناس بقيمة، الناس نفسها تشعر بقيمة أنها فرضت شيئا يعني. نعم. يعني انت عايز تقول حضرتك ان المجلس العسكري كان ليه دور في قصر مبارك على تنحيته؟ يعني ما يهمنيش الكلام ده خالص خالص، هو بمزاجه. اصل يا استاذي الفاضل، هذا الكلام لما يبقى فيه حد جهة عندها اختيار فتختار احد الخيارين يبقى لها الفضل والمجد. تقصد ان الشعب هو الذي فرض؟ انما لما الجهة ما عندهاش اختيار، سواء حسني مبارك ولا المجلس العسكري ولا عمر سليمان ولا حاجة، فتنفذ وبعدين تقول ده احنا عملنا كذا، طب متشكرين، بس احنا كنا اصلا حق الاختيار كان سلب منكم اساسا. هو حد كان يقدر قصاد الله اعلم 14 مليون ولا 18 مليون ولا 20 مليون ولا، وبيسيلوا في القاهرة، يروحوا بقى قصر العروبة، يروحوا التلفزيون، يروحوا المؤسسات، في حد في هذا الوقت بإذن الله كان يقدر يقول لهم لا؟ فما حدش لما يستجيب يقول انا استجبت. يعني عيب، يعني كلام حتى غير مقبول. الاستجابة كان لها وقت وعدى. بالعكس أنا بعتقد، وهذا الكلام قلته، أنه البيان اللي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء يوم الخميس أو الجمعة بالعكس يحمل من الناحية القانونية معنى آخر. وأنا ذكرت هذا الكلام صحفيا، ولا يزال أخونا وهو صحفي من المشهورين اللامعين يعني موجودين، وأخذوا هذا الكلام ساعتها أنه ده يعتبر، وقلت في ميدان التحرير في اجتماع للقوى للرموز العليا في السياسية في الفترة اللي هي ما بين صلاة الجمعة وما بين تنحي مبارك، ان احنا عندنا دلوقتي بهذه البيانات بتاعت المجلس العسكري بقى في 3 اختيارات مش اختيارين، حسني مبارك والثورة وبيانات المجلس العسكري. ده طريق ثالث، ومع الأسف الطريق الثالث هو اللي مشي، وعلى غير الحقيقة، على غير رغبته.